السلام عليكم متتبعين مطبخ حسنة. فيديو اليوم كي تشوفوه هو عبارة عن حلوى راقية على شكل بواط ديال الباق. نتمنى انها تنال استحسانكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبدوا لي لايك وتشتركوا في القناة باش توصلوا دائما بالجديد مع تشغيل الجرس. بالنسبة للحشو فهو بالبخاليني والفويتين سابلي وغاناش ومغطى بالشوكولاتة والخاتم ايضا بالشوكولاتة. فكرة الحلوى هي فكرة جزائرية ولكن حاولت نطبقها بطريقة مغربية وفقط بالشوكولاتة. بالنسبة للمكونات غتكون كالتالي: غنحتاجو البخاليني، انا سبقت وصوبته، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وكذلك الفويتين تا هو الرابط في صندوق الوصف. وهذا الكناج كداز به الفينونسي وشاطلي وقلت نستعملو تا هو الرابط في صندوق الوصف. وغنحتاج ايضا الصابلي، الفرق الوحيد انني ضفت له ملعقه من الحليب المجفف. وغنحتاجو هاد الاسانس على شكل مبروك بوشواغ، معرفش صراحه الاسم ديالو، وملمع ذهبي والكاكاو، الشوكولاته اللي بغيتو على حسب النوعيه اللي تحبوا، ومول دائري ومول على شكل خاتم. تيبقى لكم الاختيار في المولات، انا عطيتكم فقط الفكره. حتى الحشو ممكن تبدلوا فيه على حساب اللي عندكم وعلى حساب اللي بغيتو. غندوب الشوكولاته البيضاء وغادي نوضعها في قمع من الاحسن باش تسهل عليا العمل، قمع ورقي. غادي نجمعو وغادي نحاول نعمر نصف الخاتم فقط. بهذه الطريقه غندخلو المجمد حتى يجمد تماما. غنكمل الفراغات اللي عندي. وهنا ممكن ديروا طريقه الاعداد المسبق، يعني فيما كان عندكم الوقت تخدموا الشكلاط اللي بالخاتم وديروا له الملمع الذهبي وتخليوه على جنب حتى تحتاجوه. غنوضعوه في المجمد. وفي الجانب الاخر غادي ناخذ كميه من الفويتين على حسب عدد ديال الحبات اللي غديروا، ومعها شويه ديال البخاليني. ممكن تضيفوا اي نكهه بغيتو ليهم، وغنزيد عليهم القليل من الشوكولاته البيضاء باش يجمع لي الخليط ويساعدني في العمل. صافي غادي نخلطو مزيان ومن بعد نتلاقاو. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما خلطناه كما تتشوفوا. وغيبقى الكميه على حسب عدد الاشخاص اللي غادي تصاوبوا لهم هذه الحلوى. هنا غناخذ المول الدائري، غادي نوضع فيها الشوكولاته البيضاء ونحاول ندور بواسطه الملعقه حتى نكون طبقه، او بواسطه بانسو. غادي نملأ الفراغات كامله اللي عندي، ومن بعد غادي نحاول نطلع الشكلاط بالبانسو شويه بشويه حتى تكون لي طبقات. غادي نكرر العمليه مرات ومرات حتى نحصل على طبقه متساويه من الشوكولاته وما تتبين ليش بطبيعه الحال المول. غنخليوه ينشف ومن بعد نتلاقاو. انا من بعد ما نشف عاودت ملأت الفراغات بهذه الطريقه. بالنسبه للشكلات اللي كاينه في الجوانب ما تحتاجوش تحيدوهم، لانهم في الاخير غادي نحيدوهم والسيليكون دغيا تيتحيد منه الشكلاط، فما تعذبوش راسكم. فقط تقادوا الجوانب باش تحصلوا على حلوى جميله ومرتبه من الجوانب. انا نكمل بهذه الطريقه. خليه تنشف. هنا بعد ما نشف غادي نحاول نعمرو بحشوه البخاليني والفويتين. ستبقى الحشوات اختياريه على حسب اللي عندك، ممكن تعمريها بالكراميل او نيدو كراميل او نسلي كراميل مع اللوز والجوز او الفويتين او البخاليني بوحدو، لكم الاختيار.
ولكن هاد الحشوة تجي جديدة. غادي نكمل جميع الكمية اللي عندي، ومن بعد غادي ندوزو للغناش. هاد الغناش فهو مكون من الشكلاط الجيد، من الكاكاو، الجليكوز، الكريمة. الطريقة ديالو غادي تلقاو الرابط في صندوق الوصف، صوبتها بالفرنسي، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، فهي لذيذة جدا. ثم هنايا من بعد ما درتها غادي ناخذ البخاليني، غنوضع شويه فوق قطعه الصابلي باش تجبت لي، وغنحاول نضغط صافي. غنكمل انا بنفس الطريقه، غادي نوضع شويه من الكناج ديالي، فهو تيكون في الثلاجه جامد وتيصبر مده، ومن بعد فاش تخرجوه وتخدموا بيديكم تيبقى يلصق صافي. انا غادي ندير الفويتين، بعد منه الكناش، بعد منه شويه البخاليني في الصابلي باش نثبت فقط، حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، او نعمر فراغات المول كلها. بنتلاقاو باش نضيفوا له الشكلاط ونسدوا الفراغات. هنا من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي، غادي نوضع الشوكولاته بواسطه ملعقه على هذا الشكل، وغنحاول نخبط على المول باش نملأ الفراغات وما يبقاش عندي الهواء فاش نحيدو يتكسر لي. بهذه الطريقه نكمل جميع الفراغات اللي عندي، ندخلو للمجمد حتى يجمد مزيان باش يسهل عليا عمليه الازاله، ومن بعد نتلاقاو. هنا من بعد ما كملت الفراغات كامله اللي عندي، غادي ندخلو للمجمد حتى يجمد. في الجانب الاخر خرجنا حبات ديال الشوكولاته او الخواتم اللي شكلنا، غنحاول نضغط على المول من الوسط باش يتحيد. غنوضعهم جانبا، الا كانوا ما مقادينش غنحاول بواسطه السكين غنقاد لهم الجوانب باش يجيو بنفس المستوى ويوقف لي مقاد. كانوا مقادين ما غاديش نحتاجو صافي. غادي نجيب الملمع الذهبي بواسطه فرشاة على هذا الشكل او بانسو غليظ او رقيق على حسب اللي عندكم. غادي نوضع قطعه من ورق المطبخ وغنحاول عليها باش ما يتوسخليش سطح العمل. نرجعوه كله ذهبي، ممكن ذهبي مخفف او مغلوق على حسب اللي بغيتو. غنكمل انا بنفس الطريقه حتى نسالي الخواتم اللي عندي كاملين واللي شكلت، ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا طريقه ديال تشكيل الحلوى ديالنا. هنا غادي نوجد الكاكاو بهذه الطريقه، نديرو في اناء اللي يكون مسطح. غادي نجيب هذا الاستانسل اللي مكتوب فيه مبروك وغادي نحطو. غنوضع الاستانسل على الحلوى وغادي نحاول نزير مزيان، وغندوزها في الكاكاو بالطريقه اللي موضحه في الصوره. ومن بعد غادي نحيد يدي بلا نحيد الحلوى بلا ما نحيد الاستانسل، الاستانسل نخليه يطيح في الكاكاو من الاحسن باش ما تجلطش ليكم، لان الكاكاو تيوسخ. فغتحاولوا بشويه بهذه الطريقه حتى تكملوا. انا غنعاود المرحله حتى نكمل باقي الكميه اللي عندي. نتمنى ان الصوره تكون واضحه عندكم. هنا انا كملت بعض الحبات كما تشوفوا. من بعد غادي نجيبوا الشوكولاته تكون دايبه، وغنجيبوا الحبات ديال الخاتم غنكونوا قديناهم الى ما مقادينش بواسطه السكين. غنغطسهم وغنحاول نثبت، نخلي يدي واقفه شويه
شوية فقط حتى يتثبت. صافي من بعد ما تثبت غادي نوضعوه جانبا وغنكمل الكمية كاملة اللي بقى عندي حتى يجمد. وبقاو لنا الجوانب ممكن تزيدوا تضيفوا لهم داك الجوانب اللي غتصنف الشكل تيبقاو باينين بويض، غتزيدوا لهم ملمع ذهبي بلطف. وهكا غادي نكونوا كملنا الحلوى ديالنا. حتى تكملوا جميع الكمية هي خاصها صبر، خصوصا مع الكاكاو فاش تكونوا تكتبوا مبروك خاصها صبر. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال استحسانكم وانه يكون واضح جدا. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناة باش توصلوا دائما بالجديد. شكرا لمتابعتكم والى فيديو اخر باذن الله. وما تنساوش تزوروا صندوق الوصفة تلقاو فيه مجموعة من الوصفات اللي استخدمناها، منها البخاليني، منها الفويتين، منها القناش، ومنها السابلي. وتزوروا القناة فيها مجموعة من الوصفات الأخرى الناجحة. دمتم بود إلى فيديو آخر بإذن الله مع وصفة جديدة.